صباح الخير وكل سنه وانتم طيبين. انا الاول ان انا اقول لكم الحاجات اللي قريتها وشفتها في ديسمبر عشان خلاص بقى ننهي 24 ونركز في 25. انا ديسمبر عندي اتقسم لجزئين. النص الاول من الشهر كنت مسافره الاقصر واسوان، فكنت مش عارفه اخرج من مود مصر القديمه، فكنت كل اختياراتي في الكتب او الفرجه ليها علاقه بمصر القديمه. والنص التاني من الشهر كنت بحاول اقرا حاجات عن الكريسماس. وانا هقسم الفيديو كده ان انا في النص الاول هقول لكم الحاجات اللي ليها علاقه بمصر القديمه، وبعدين الحاجات اللي شفتها في النص التاني من ديسمبر. بدات الشهر بان انا اتفرجت على وثائقيه ام الدنيا تبع شاهد واللي بتقدمها سوسن بدر. وانا مبدئيا بحب سوسن بدر جدا، بحبها كممثله وبحب شكلها وبحبها كشخصيه، يعني جالي فرصه ان انا اقابلها كتير في الحقيقه، ودايما بجد كانت بني ادمه راقيه قوي في التعامل مع الناس، وبجد شخصيه لذيذه قوي، فانا بحبها من كل الجوانب. انا قعدت في الاول بصراحه شويه لما اتعودت على طريقه سوسن بدر، اللي هي كانت بتتكلم بطريقه دراميه شويه، ففجاه بتتكلم كده وبتقعد تتكلم بطريقه قصصيه دراميه اوفر قوي، بعدين فجاه تتكلم عادي. ففي الاول بصراحه كنت يعني مستغربه طريقتها شويه، اللي هو مش مقتنعه 100%، بس بعد كده بتتكلم عادي بقى، بتاخد راحتها وبتبان قد ايه نفسها اصلا متاثره وهي بتحكي. فكان وثائقي لذيذ. هو المسلسل اتعمل منه موسمين، انا شفت الموسم الاول بس. هو بيتكلم عن تاريخ مصر من ما قبل التاريخ، الاسره الاولى والكلام ده، لحد دخول الرومان مصر. الموسم التاني بقى اعتقد مركز على من دخول الرومان لحد دلوقتي. هما تقريبا 13 او 14 حلقه، وبجد معمولين بطريقه لذيذه، وفي النص بيعملوا زي مقاطع تمثيليه كده. هي مش احسن حاجه بصراحه، يعني التمثيل مش احسن حاجه، بس كانت حلوه ما ضايقتنيش، يعني ما كنتش حاسه ان انا متضايقه وانا بتفرج. بس هو عامه كان مسلسل لذيذ، استمتعت بيه. كنت ساعات بحس ان انا داخله في الموضوع قوي، اللي هو بقعد اتفرج على 3 حلقات ورا بعض، وساعات بحس ان انا لا مش قادره، هاخد 3 ايام بريك كده اجمع اللي انا سمعته، لان طبعا كميه تاريخ وكميه اسامي بتتقال وكميه تفاصيل، مخي كان ساعات بجد خلاص يعني رافض يستوعب اي معلومه زياده. بس اتعلمت من المسلسل كام معلومه، ورحت بقى كنت خارجه مع حد من صحابي الفرنساويين، وعشت الدور بقى، وعملت نفسي ان انا عارفه المعلومات دي من زمان. واللي هو بقى كنت ماشيه في المتحف يعني بعرفه على فكره دي اصلا كذا، وده اصلا حصل كذا، وانا طبعا يعني عارفه الموضوع قبلها بيوم مثلا. بس كان احساس حلو قوي وانا عايشه الدور بقى، ان انا بجد يا ابني انا عارفه الحاجات دي، انا موجوده عارفاها. فهو مسلسل لذيذ، وانا مبسوطه اصلا بفكره ان هم عملوا مسلسل يحكي عن تاريخ مصر، وزي ما قلت هم واخدينه من اول التاريخ لحد بقى اعتقد السيزون التاني مكمل على مصر لحد دلوقتي. فطبعا هو صعب او مش صعب، هو مستحيل ان هم يتكلموا عن تاريخ مصر في موسمين او حتى 10، لان هو تاريخ طويل وكله تفاصيل وحاجات كتير قوي. هو حلو قوي لحد عايز ياخد نبذه سريعه عن تاريخ مصر، وكمان اعتقد مناسب قوي للاطفال. اطفال مش اطفال صغيرين قوي برضو، يعني اللي هو 12 13 سنه. وانا اصلا كده كده في اول الشهر ما كانش ليا نفسي اتفرج على حاجه قوي، فكنت حاسه ان ده مناسب ان انا كل يوم اتفرج على حلقه، او كل يوم اتفرج على حلقتين. فكان مناسب بالنسبه لي، لو حاسه ان انا بتفرج وبستفيد وداخله في المود اللي انا عايزه ادخل فيه، اللي هو حاجات مصر القديمه، وفي نفس الوقت كان ممتع. انا يا جماعه بجد دايما لما بقول لكم على الحاجات اللي شفتها ما بجيبش سيره الحاجات اللي بعيدها، لان انا في حاجات كتير بعيدها وببقى مش مستاهله ان انا اتكلم عنها. بس انا الفيلم ده مش اول مره اشوفه، بس انا عايزه اقول لكم عنه عشان انا اخر مره شفته كان عندي 9 سنين تقريبا، فيعني تكنيكلي كاني اول مره اشوفه. والفيلم هو عروسه النيل بتاع رشدي اباظه ولبنى عبد العزيز. انا الفيلم ده كنت بعشقه وانا طفله، بعشقه بجد، يعني كان من افلامي المفضله في الحياه. وزي ما قلت انا في اول ديسمبر ما كنتش عارفه اخرج نفسي من مود مصر القديمه، فكنت عايزه اتفرج على اي حاجه ليها علاقه بالموضوع. فالفيلم ده جه في بالي، قلت انا كنت بحبه قوي وانا صغيره، طب فيها ايه لما اعيده؟ المهم ان انا سمعت كلام الطفله الصغيره اللي جوايا وعدته، وبجد يا جماعه من اكتر الحاجات المتخلفه اللي شفتها في حياتي، لدرجه ان انا يعني كنت ناوي اعيده هو غرام في الكرنك، بس من كتر ما الفيلم ده متخلف انا خفت اعيد غرام في الكرنك، لان انا كنت بحبهم جدا وانا صغيره، بحبهم قوي، يعني اللي هو لا يعني كنت بحبهم لدرجه ان مثلا مشهد هميس وهي عند النيل، ومش عارفه كان في مشهد او مش فاكره بيكلموا او اغنيه، انا مش فاكره، كانت حاجه ليها علاقه بحتشبسوت في غرام في الكرنك، كانوا يقعدوا بيكلموها او بيغنوا لها عند المقبره بتاعتها حاجه كده. انا المشهدين دول كانوا يعني اللي هو وانا طفله بجد كنت اللي هو جسمي بيقشعر من عندهم، يعني مشاهد فظيعه رهيبه. هو يعني انا كنت متوقعه انه يبقى فيلم متخلف عادي، الافلام القديمه كتير منها بيبقى متخلف، بالذات الحاجات اللي هي بتبقى يعني خفيفه كده. بس لا انا بجد كنت حاسه ان انا طول الفيلم عايزه امسك هميس دي الطش قلمين على وشها، وبعدين اعدي عند رشدي اباظه اللي انا اصلا مش فاكره اسمه والطش قلمين على وشها كمان. انا ازاي كنت بتفرج على الحاجات دي؟ لا هو بجد يعني هو فعلا يا دوب يبقى فيلمي المفضل وانا عندي 9 سنين، يعني اعتقد هو مناسب قوي للاطفال فعلا. بس هو يعني فيلم كلاسيكي، المفروض ان هو لذيذ ودمه خفيف، وبرده ليه معزه خاصه عندي الى حد ما، عشان هو كان ليه دور كبير في طفولتي، فمش هدخل بقى في تفاصيل نقديه عنه، الموضوع مش مستاهل. بس هما دول الحاجتين اللي شفتهم في اول ديسمبر. كنت عايزه اتفرج على حاجات ليها علاقه بمصر القديمه اكتر، بس كنت في مود معين، وزي ما قلت كنت عايز اتفرج على غرام في الكرنك، بس يعني التراما اللي جابها لي عروسة النيل خلاني بصراحه خايفه ابوظ ذكريات طفولتي اكتر من كده، فقلت هبقى اشوفه بعدين، يعني مش عايزه اخد صدمتين ورا بعض. مبدئيا يا جماعه انا زي ما قلت كنت في اول ديسمبر مسافره الاقصر واسوان،
وعشان انا انسانه مش واقعيه تماما، انا كنت مسافره 4 ايام واخده معايا 5 كتب مثلا، يعني معرفش اقراهم امتى. هو اصلا اللي سافر الاقصر واسوان هيبقى عارف ان مفيش وقت الانسان يتنفس، انتوا بجد من مكان لمكان من مكان لمكان، واللي هو بيجي بالليل يا دوب تناموا عشان في رحلات بتبتدي من بدري، فهو مفيش وقت تعملوا حاجه. بس انا كنت واخده مش عارفه 3 كتب و4 جرافيك نوفلز عشان انا هقعد اقرا الكلام ده كله هناك. طبعا مفيش اي من الحاجات دي حصلت، فبعتبر ده الكتاب الوحيد اللي فعلا قريته في الأقصر وأسوان، وإلى حد ما كان اختيار حلو. الكتاب زي ما هو باين بيتكلم عن قصص من مصر القديمة، وكتاب أصلا موجه للأطفال أو الناشئين يعني، بس هو عندي بقاله سنين كتير قوي، ومن ساعة ما اشتريته بقاله 10 سنين مثلا أنا مصممة إن أنا مش هقراه غير في كروز في الأقصر وأسوان. هو مخي قفل وحلمي اتحقق، والكتاب بجد ما كانش يستاهل الانتظار ده كله. هو الكاتب في الاول بدأ بمقدمه لذيذه كده، بيتكلم عن مصر وعن قد ايه هي ارض ساحره وفيها قصص كتير على مدار الازمنه وحاجات غريبه والكلام ده كله. وهو مقسم الكتاب ل3 اجزاء، يعني قصص متقسمه ان هي قصص عن الالهه، قصص عن السحر، وقصص عن المغامرات. بس انا معرفش ليه انا مخي كله يعني دخلهم كلهم في بعض، يعني مكنتش حاسه ان الثيم واضح قوي في القصص. ممكن عشان هو كل القصص في مصر القديمه كانت ليها علاقه بالالهه وبالمغامره وبالسحر، فصعب ان الانسان يقسمهم يعني. فهو الكتاب لذيذ، انا كنت شايفه ان هو مناسب للستايل اللي كنت عايزه اقراه ساعتها، حاجات قصيره وخفيفه وبتخلص بسرعه. بس الفكره ان انا مش شايفه ان هو احلى كتاب عن مصر القديمه للاطفال، يعني الى حد ما ممل، او يعني معرفش، ما حسيتش اسلوب الكاتب وهو بيحكي قصص مميز قوي. يعني في قصص كتير تحس ان انتوا بجد جايبينها من على ويكيبيديا كده زي ما هي. بس انا عامه يعني مشكلتي الاساسيه مع الكتاب ده ان هو ما فيهوش مصادر، والموضوع ده كان مجنني عشان في قصص الكاتب بيحكيها بتفاصيل غير اللي معروف عنها، والموضوع ده ابتدى يجنني عشان انا كنت كل ما اسمع حد او اقرا حاجه الاقي كل واحد بيحكي قصه بطريقه مختلفه، وانا الحاجات دي بتعصبني قوي. فاللي هو ارجوكوا اكتبوا لي مصادر، انتوا جايبين القصه دي منين؟ هل برشحه قوي؟ مش قوي بصراحه، لان هو في الاخر مش كتاب مميز. بس هو يعني لو حد عايز يعرف قصص عشوائيه عن مصر القديمه ممكن يجرب يقرا فيه شويه. بعد كده قريت فانتازيا فرعونيه لمحمد عفيفي. انا كنت قايله ان انا عايزه ابتدي اقرا كل اعمال محمد عفيفي، فلقيت ان العمل ده مناسب قوي للجو العام اللي انا كنت فيه. في النص الاولاني من الكتاب، او مش نصه تقريبا، هو يعني اكتر من نصه، 70% من الكتاب اللي هو الجزء الاولاني فيه، هو الكاتب بيتخيل نفسه في مصر القديمه، وكل فصل قصه مختلفه. يعني اللي هو بيقعد يتخيل بقى حاجات، اللي هو مثلا ان هو بيرسم نفرتيتي واخناتون واقف بيرغي، وان هو كان من الناس اللي بتناقش زي يبنوا الاهرامات. وفي فصل طبعا كان من اقرب الفصول لقلبي، هو بيتكلم عن القطط وان هم يعني احفاد بستات، وان هم قد ايه كائنات عظيمه. يعني عامه بجد هو نفس اسلوب محمد عفيفي، اللي هو اسلوب ساخر فلسفي لذيذ بس في مصر القديمه. فكان الموضوع بجد لذيذ زياده، يعني رغم ان هو زي ما قلت هو قاسم الكتاب اللي هو النص الاولاني في مصر القديمه، النص التاني مقالات بقى عامه عادي في مصر دلوقتي. وانا بصراحه ما كنتش حابه القسمه دي، لان انا ما حسيتش ان في اي ترابط ما بين الجزء التاني والجزء الاولاني. كنت هحب اكتر لو الكتاب فضل 100% بس عن مصر القديمه. بس هو انا عامه شهادتي في محمد عفيفي دايما مجروحه، عشان انا بحب اي حاجه بيكتبها. وبجد يا جماعه هو فلسفي ولذيذ ودمه خفيف. وبجد يا جماعه طول الجزء الاولاني انا عماله اتخيل محمد عفيفي بنضارته بستايله برياكشنات وشه في مصر القديمه، والموضوع كان بجد مضحك بالنسبه لي، ما اعرفش ليه. رواية برضو كنت دايما محوشاها لحد ما اطلع كروز في الاقصر واسوان، وهي اللي هي موت على النيل لاجاثا كريستي. قلت لازم بقى اطلع اقراها في الكروز عشان اكيد الكروز هيبقى ممل ومش هيحصل فيه جريمه قتل تسليني، فالروايه دي هتديني احساس الاثاره اللي هبقى مفتقداه على الكروز. وبجد يا جماعه انا قررت رسميا ان انا هقطع علاقتي باجاثا كريستي، عشان انا معرفش يعني انا واضح ان احنا مش مخلوقين لبعض. انا مش قادره استحمل كتاباتها اكتر من كده، وده الموضوع غريب قوي، لان انا فاكره ان وانا صغيره قريت لها روايتين وكانوا لذاذ. يعني عمري ما كنت من عاشقين اجاثا كريستي، ما كنتش بنبهر بكتاباتها، بس كنت بقى مستمتعه، ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه لي ان انا على الاقل ابقى مستمتعه. بس انا مؤخرا بجد مش قادره استحمل كتاباتها، كل حاجه بالنسبه لي ممله قوي، بالنسبه لي ممله قوي. وبجد الروايه دي كميه شخصيات وبجد كلهم مملين، والجريمه متوقعه وممله، ومفيش اي عنصر مفاجاه او عنصر اثاره او حتى يعني استمتاع بالحوارات اللي بتحصل ما بينهم. ما كنتش قادره استحمل بصراحه، خلصتها بالعافيه. يعني مش عارفه انا ليه بعمل كده في نفسي، انا بجد مش عارفه. اخر روايه قريتها عن مصر القديمه كانت روايه مخصصه للاطفال، هي بتتكلم عن القط ده هو قط فرعون، فهو قط مدلل قوي.
مش هو قط فرعون، هو القط بتاع فرعون يعني. المهم هو قط مدلل قوي، وعلى طول بقى الحاجات بتجيله لحد عنده، والناس كلها بتحترمه زياده وبتدلعه عشان هو قط فرعون، ولو ضايقوه فرعون هيبهدلهم زي اي شخص عقلاني عنده قطه. المهم يعني لحد ما يحصل جريمه في القصر الملكي، وهيتهموا فيها طفله صغيره انها سرقت العقد بتاع مرات فرعون، والقط بتاعنا هيقابل قطه من الشارع. القطه دي بتحاول تساعد البنت الصغيره انها تثبت ان هي بريئه. المهم يعني ان راعي ده وهو وصاحبه الانتيم الخنفسه هيقرروا ان هم يتحدوا مع القطه دي ويساعدوها عشان يعرفوا مين فعلا الحرامي اللي سرق العقد، ويثبتوا ان الطفله دي بريئه. فهي روايه بوليسيه عن جريمه حصلت وازاي القطه دي هتحقق فيها، بس هي بجد كانت روايه لذيذه قوي. شايفه انها مناسبه قوي 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 للاطفال، بالذات الاطفال اللي بيحبوا مصر القديمه. شايفه ان ده هيبقى تحفه بالنسبه لهم، لان بجد رغم ان هي قصه اطفال مكتوبه بطريقه بسيطه وخفيفه قوي، بجد بتحسوا ان انتوا فعلا دخلتوا في قصر فرعون وانتوا دلوقتي عايشين في مصر القديمه. فالجو العام بتاعها كان لذيذ قوي. وكمان انا شايفه انها مناسبه قوي لو حد بيحاول يطور اللغه الانجليزيه بتاعته او بيحاول يتعلم، لان انا بشوف ترشيحات كتير قوي ناس بترشح كتب اطفال للناس اللي بتحاول تتعلم انجليزي، بس انا بشوف ان الكتب دي ممله، لان هي الفكره مش بس ان انتوا تقروا حاجه سهله، هي لازم برضو تبقى حاجه شداكوا الى حد ما. فشايفه انها بجد مناسبه قوي للناس اللي بتحاول تتعلم، لان هي للاطفال فهي سهله وفي نفس الوقت فيها لغز، في حاجه انتوا لسه عايزين تحلوها، فمشجعاكم تكملوا. اخر حاجه قريتها في قسم مصر القديمه كانت كوميكس اسمها ايجيبت، بتتكلم عن واحد بريطاني عايش في نيويورك، هيقابل شله هيتعرف عليهم وهياخدوا البيت وهيسهروا سهره حلوه لحد ما هيكتشف ان هم عايزين يقتلوه ويحنطوه لتجربه معينه في بالهم. المهم فعلا هم يعملوا كده، هيموتوه هيحنطوه ويعملوا كل الروتين المصري، بس هو بدل ما يموت هيلاقي نفسه صحي في مصر القديمه. الكوميك دي كانت بجد من الحاجات اللي كانت ممكن تبقى حلوه قوي 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 قوي، بس للاسف يعني فكست من الراجل شويه. انا مش عايزه ادخل في تفاصيل عشان ما احرقش اي حاجه، بس هم الآلهة المصريين ليهم دور كبير قوي قوي في القصه دي، وبجد كانت ممكن تبقى حلوه، بس انا حسيت ان الكاتب مش عارف هو واخدها فين. يعني هي مثلا كلها لبعضها 7 اعداد، حسيت ان هو مثلا اول عددين كانت رايحه في حته، وبعدين العدد الثالث خدها في حته تانية، وبعدين في الرابع تبقى حاجه مختلفه تماما. يعني ما اعرفش، حسيت الكاتب بدا كذا لاين يمشي فيه وفي الاخر ما مشيش في ورا حاجه، يعني كانت غريبه شويه. يعني من الحاجات اللي انا بجد حاسه ان انا شويه زعلانه عليها، قد ايه كانت ممكن بجد تبقى تحفه وهي بقت يعني اوكي لذيذه. ندخل بقى على الجزء التاني من ديسمبر وهو جزء الكريسماس. اول حاجه اتفرجت على الفيلم ده الكريسماس، وده واخد ضجه رهيبه، الناس كلها بتشكر فيه. يعني فيلم لذيذ خفيف شويه، بيعلم التعاطف مع الاطفال، بيتكلم شويه عن ليه الاطفال الشقيه تتعمل بالطريقه دي. في حاجه مثلا كانت غريبه بالنسبه لي، ان سانتا هو اللي بيجيب الهدايا للاطفال فعلا، وان الاهالي مش بتتفاجئ مثلا لما تصحى تلاقي هدايا الصبح. فحسيت ان الجو العام ان حتى الاهالي مؤمنين ان سانتا حقيقي. بس هو عامه لو حد شافه وهو ما عندوش توقعات عاليه، او يعني كفيلم لذيذ خفيف تفصلوا بيه، انا مثلا شفته قبل ما انام فكان بالنسبه لي مناسب للجو. بس انا بصراحه ما حسيتش ان هو يعني فيلم مميز ورهيب ومبهر زي ما الناس بتقول عليه، بس على الاقل ما كنتش زهقانه وبتفرج، دي حاجه حلوه. الفيلم بقى يا جماعه بجد انا استمتعت بيه قوي، ومش عايزه احكي لكم عنه جدا لان انا شايفه ان هو انسب حاجه ان الانسان يتفرج عليه من غير ما يعرف عنه حاجه. الفيلم اسمه يبهر واتش اوت، بيتكلم عن بنت هي بيبي سيتر. معرفش ليه بيبي سيتر، بجد انا شايفه ان الولد ده شحط قوي على ان هو حد يقعد معاه. يعني المهم ان هي فعلا هتروح تقعد معاه واهله هيخرجوا لحد ما هم قاعدين لوحدهم هيحصل هجوم على البيت، وانا مش هقول اكتر من كده علشان انا مش عايزه احرق اي حاجه. بس بجد من الافلام اللي انا استمتعت بيها جدا، وكان بالظبط هو ده الستايل اللي انا كنت عايزاه ساعتها، وفكرني قوي بستايل افلام الالفينات اللي انا شخصيا بحبها جدا. بالنسبه لكتب الكريسماس بقى، فانا قريت 3 او يعني قريت 2 وسمعت كتاب صوتي الواحد. الكتاب اللي سمعته ككتاب صوتي هو ذا كريسماس باكت، وانا بجد بجد مش عارفه انا ليه سمعت الكتاب ده، مش عارفه انا ليه قريته اصلا. يعني هو عارفين لما حد يسالكم بجد ايه ستايل الروايه اللي هي بتفاصيلها وفكرتها تبقى روايه احلامكم، انا الروايه دي بالنسبه لي روايه كوابيسي. يعني كل حاجه فيها حاجات انا ما بحبهاش، يعني التروبس اللي فيها كلها مش ستايلي، اللي هو مثلا هيت تو لاف، ان 2 كانوا بيكرهوا بعض وحبوا بعض، ودي حاجه ما بحبهاش خالص، لان انا لو بكره حد ما اعتقدش ان عمري هحبه. اللي هو بقى الشخص الدوش باج القليل الذوق اللي بيقعد يتريق ويستظرف، بس اول ما بتشوفه بتكتشف ان هو واو امور قوي، وعشان طبعا امور فاحنا هنشفع له قله ذوقه. فاللي هو بجد يا جماعه لا، الفيك ديتنج ان 2 يعملوا نفسهم متصاحبين او في علاقه وهم مش في علاقه، ماليش في الجو ده خالص. الانستا لاف هو بجد لسه متعرفين من 4 ايام وهما بيحبوا بعض، وعلى اخر الاسبوع يتقدم لها. انا بجد يا جماعه الموضوع ده بيجنني. انا اصلا عندي مشكله في ان انا اعجب بحد، يعني حتى وانا مراهقه ما كنتش بعجب بحد تقريبا. انا ما اعرفش ايه الميكانيزم البيولوجي اللي بيخلي الناس تعجب ببعض، بس هو تقريبا مش شغال عندي. فبقى فكره ان هما كمان يجيبوا لي ناس مش بس بتحب بعض، لا هما بيحبوا بعض خلال اسبوعين، فانتوا بجد بتذلوني او بتستفزوني، في حاجه غلط. انا عماله ارغي ولسه ما قلتلكوش اصلا القصه بتتكلم عن ايه. بتتكلم عن بنت وولد بيشتغلوا مع بعض،
وهما الاثنين نفس الاسم بس معكوس. مش عارفه هي اسمها كندي حاجه وهو اسمه حاجه كندي، طبعا انا مش فاكره عشان انا ذاكرتي بقت بشعه. فالموضوع ده بقى عامل دراما، ان هي مثلا تيجي تبعت ايميل لحد، فالشخص ده لما يجي يرد عليها يعكس اسمها فيروح للولد. المهم يعني ان الولد ده لما بيجي له ايميل المفروض يجي لها هو بيقراه كله، بعدين يعمل لها فورورد وهو بيعلق على الايميل، يعني بيقعد يستظرف ويحشر نفسه ويعلق على الحاجات اللي جايه لها. كده عندكم 2 ريد فلاج، عدوا معايا عشان هما كتير. ان هو بيقرا حاجات ما تخصوش، وان هو بيعلق وكمان بيستظرف وبيتريق على حاجات اللي ما تخصوش، وهم المفروض مش صحابه وما يعرفوش بعض، يعني هم عارفين بعض كده بس اسما في الشركه. وطبعا هي بتكرهه قد ايه، هو انسان قليل الذوق وبشع وخنيق جدا، وبجد ما بيحترمش الخصوصيه لحد ما هيتقابلوا وتكتشف ان هو بجد واو فظيع قمر. فطبعا عشان هو واو فظيع قمر ده هيشفع لقد ايه هو بني ادم عايز يتلطش قلمين على وشه برضو. ادي ريد فلاج رقم 3، ودي بقى في البنت المره دي، ان الموضوع تمام طول ما الولد امور. المهم ان هم اول مره هيتقابلوا في حفله تبع الشغل، وهي هتبقى بترقص وهيقوم يرقص معاها بالعافيه، وبعد كده هيستخدم المعلومات اللي هو قراها في الايميلات الخاصه اللي كانت بتجيله بالغلط، وهي مثلا بتشتكي من مامتها وبتشتكي من اهلها وكده، وهيعرض عليها ان ايه رايك ان انا ارجع معاكي على البيت وقت الكريسماس، اعمل ان انا صاحبك علشان نسكت مامتك وكده، وبعدين انتي ترجعي معايا تعملي نفس الحاجه في فرح اخويا عشان انا كمان اقول لهم ان انتي صاحبتي وما يقرفونيش وكده. وهتقول له لا، بس هل لا بتوقف الستايل ده من الناس؟ لا. تاني يوم وهي رايحه لاهلها في الطياره بتلاقيه حاجز الكرسي اللي جنبها في الطياره عشان هو بيقول لها انا كنت حاسه انتي هتغيري رايك، وهي بتغير رايها، والقصه بقى بتمشي بالستايل ده. لا انا بجد لو حد معايا في الشغل كان زي البني ادم ده فانا هبلغ البوليس. انا بجد مش قادره احدد هل الروايه بجد متخلفه وبشعه ولا انا مش الشخص اللي الروايه دي مكتوبه له، لان انا اسفه، انا مخي بيقف في الحاجات دي، ببقى محتاجه قصص عقلانيه او يعني واقعيه ممكن تحصل. فانا كل الهليله دي بالنسبه لي لا عقلانيه ولا واقعيه ولا ممتعه، فواضح ان انا مش الشخص اللي الروايه دي مكتوبه له. والفكره ان القصه كان ممكن عادي المشيه اللي هو يعني قصه عبيطه خفيفه عن الكريسماس سريعه كده الواحد يقراها، بس الكاتبه قررت تحط هنا تاتش عميق للماضي بتاع كل واحد فيهم. فدي كانت حاجه غبيه قوي، لان انت لا تعمقتي في الحاجات اللي اتكلمتي عنها ولا مشيتي الموضوع بطريقه سلسه وخفيفه وخلاص يعني. احنا لا طولنا ده ولا طولنا ده. وبعيدا عن كل التروبس اللي انا ما بحبهاش دي، كمان انا اصلا عندي مشكله في تقبل ان كاتب مثلا راجل يكتب من وجهه نظر ست، او كاتبه ست تكتب من وجهه نظر الراجل. 98% من الوقت بيبقوا مش عارفين يظبطوها، فانا قليل قوي قوي لما حد بيكتب من وجهه نظر الجنس الاخر وبحس ان هو اوكي عاجبني. فالروايه دي كده اللي هو فصل من وجهه نظرها فصل من وجهه نظره، وبصراحه يعني اول فصل كان من وجهه نظرها، تاني فصل اول جمله لما اتكلم كنت عايزه اقول له شكرا خلاص اسكت، مش عايزه اسمع اكتر من كده. وغير كده انا فعلا شايفه ان هي متسربعه قوي وبجد مش حلوه. بس الكتاب الصوتي حلو بصراحه، الاثنين اللي كانوا بيعملوا الاصوات كانوا عاملينها بطريقه حلوه. اخر كتابين كريسماسي قريتهم في ديسمبر كانوا كتابين رعب، هو ده ستايل الكريسماس اللي بحبه. قريت مجموعه قصصيه اسمها سيزون سكريبينجز، ما عجبتنيش خالص، هما 13 قصه تقريبا مختلفين ومملين جدا 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 بالنسبه لي بجد. يعني قريتهم وانا اللي هو بعصر على نفسي ليمونه، مش قادره استحمل الملل. كتير قوي في القصص بيبقى فيه بيدوفيليا، بيتكلموا مثلا عن رجاله بيتحرشوا بالاطفال، فالموضوع كان ابتدى يوترني بصراحه، اللي هو تقول يعني يا ترى الكاتب ده مر بحاجه وهو صغير او حاجه. الموضوع كان موتر. بس هي عامه القصص ما عجبتنيش، كانت ممله يعني، كانت ارحم واحده بالنسبه لي اللي هي اول قصه، وبرده مش حاجه فظيعه يعني. قريت بقى بعد كده روايه اسمها كاندي كينكلز. الروايه دي جزء من سلسله اسمها VHS، بتتكلم عن قصص مختلفه، يعني كل كتاب قصه مختلفه ليها علاقه بالفيديوهات والحاجات المتسجله وكده. فانا اخترت دي عشان دي كانت الثيم بتاعها الكريسماس. الروايه بتحكي عن اب وام ولادهم الاثنين بيقرروا يروحوا يقضوا الكريسماس في بيت في قريه صغيره، وبعد ما بيوصلوا البيت بيكتشفوا ان البيت ده مشهور عنه ان هو بيت مسكون، وان كان فيه زي اسطوره كده ان في عيله كانت عايشه في البيت ده زمان، اب وام وبنتين، وحصل حريقه وكلهم ماتوا. فروح واحده من البنات دي ساكنه البيت وبتقتل اي حد بيجي. فالروايه كانت حلوه، وكانت هو ده الستايل اللي انا كنت عايزاه بالظبط. وكنت عايزه حاجه اللي هو ستايل كانكم بتتفرجوا على فيلم عن السلاشرز، اللي هو حد دخلوا كامب مثلا والناس تقتلهم، هو واخد الستايل ده. وبالظبط كده كنتوا بتتفرجوا على فيلم، في حاجات في الروايه تشيزي، في حاجات اللي هو، بس انا ما كنتش متضايقه عشان هو ده اللي انا كنت عايزاه، هو ده المود اللي كنت فيه، فكانت بالنسبه لي قرايه لذيذه. اخر حاجه قريتها في ديسمبر بقى كانت قصه قصيره 30 صفحه تقريبا لكاتبه اسمها ابي هيمنس. كان نفسي اقرا لها بقالي كتير قوي، وكنت خايفه قوي ابتدي روايه ليها يعني عشان هي عليها ضجه، وانا بتوتر من الحاجات اللي عليها ضجه. الفكره ان القصه اصلا بتحكي عن شخصيتين في روايه تانية ليها، وبتحكي بقى ازاي الشخصيتين دول اتقابلوا. فانا طبعا ما اعرفش الشخصيتين مش فارقين لي، بس كنت عايزه بس اعرف اسلوبها يعجبني ولا لا. والفكره ان انا فعلا اسلوبها عجبني، اولا الشخصيات لذيذه واقعيه، بنت بني
بني ادمه طبيعيه جدا، حتى كلامها طبيعي. الولد مزارع وطويل وعريض وشعره كريلي وعنده حبوب في وشه، بني ادم طبيعي 100%. وفوق ده كله بني ادم اكشلي ذوق. فيعني على عكس ذا كريسماس باكت اللي هو البنت فظيعه ومزه ما حصلتش، والولد خطير موديل، وهما الاثنين اصلا عايزين يتخطوا في بعض. المهم يعني ان انا توصلت ان كتاباتها فعلا شكلها ستايلي، فمتحمسه ان انا اقرا لها حاجه قريب. اخر حاجتين بقى اتكلم عنهم هم حاجتين شفتهم في ديسمبر برضو لا هم تبع مصر القديمه ولا تبع الكريسماس. ده فيزيت بيتكلم عن بنت وولد هيروحوا يزوروا جدهم وجدتهم اللي عمرهم ما شافوهم في حياتهم، ومامتهم اصلا كانت على علاقه سيئه بيهم، او يعني كانت ملهاش علاقه اصلا بيهم، اتخانقت معاهم وهي صغيره وسابت لهم البيت وقطعت علاقتها بيهم. بس الولاد لما يكبروا هيقرروا ان هم عايزين يروحوا يقضوا الاجازه بتاعتهم مع جدهم وجدتهم عشان يتعرفوا عليهم. هو الفيلم مبدئيا كان ممكن كله اصلا ما يحصلش لو بس الام طبيعيه، بس طبعا عشان احداث الفيلم تمشي كان لازم الام تبقى مش طبيعيه وعايزه قلم على وشها. المهم يعني ان قصه الفيلم باختصار ان الولد والبنت هيروحوا فعلا يقضوا الصيف مع جدهم وجدتهم، وهناك بقى بيبتدوا يشوفوا قد ايه جدهم وجدتهم بيتصرفوا بطريقه غريبه، ويا ترى ايه السبب ورا ده. الفيلم ده بجد من الافلام اللي هو تيجوا تعملوا سيرش تلاقوا الناس يا اما منبهره بيه وهو خطير، يا اما بجد ما بياخدش غير شتايم. انا يعني محايده بصراحه، انا شايفه ان هو كان فيلم لذيذ استمتعت بيه، بس في نفس الوقت مش حاجه اللي هو خطيره رهيبه. بس عايزه اقول حاجه، ان انا كنت عارفه يعني المفاجاه اللي هي بتحصل في اخر الفيلم، او يعني التويست اللي بتحصل من قبل ما اتفرج عليه. فبرضه انا مش عارفه لو ما كنتش اعرفها كان ممكن ده ياثر على رايي في الفيلم قد ايه، هل مثلا كان هيعجبني اكتر بكتير ولا كنت بقى هنبهر بيه ولا ايه. ومن الحاجات اللي يعني شدتني في الفيلم ان هو كنت بحسه شويه كوميدي وشويه رعب. واللي اكتشفته بعدها بعد ما خلصت الفيلم ان بيقولوا ان المخرج صوره مرتين، مره كحاجه كوميديه ومره كحاجه رعب، وان في الاخر لما خرج الفيلم خرجوا ميكس ما بين الاثنين. فكنت حاسه ان ده واضح قوي الواحد بيتفرج عليه. هو الفيلم متصور كانه وثائقيه، هي البنت الاخت الكبيره دي يعني بتحب الافلام قوي، بتحب تصور، فهي بتجرب بقى ان هي هتصور الزياره كامله يعني من اولها لاخرها. الفيلم مش رعب قد ما هو مش مريح، ودي بالنسبه لي انا شخصيا حاجه احلى. انا بحب احساس ان انا قاعده طول الفيلم في حاجه مش مريحاني بس انا مش عارفه هي ايه. فاعتقد لو يعني ركنتوا مخكم على جنب شويه وتجاهلتوا الحاجات الغير عقلانيه في القصه هتلاقوا نفسكم عادي يعني استمتعتوا ببقيه الحاجات اللي موجوده في الفيلم. وزي ما الاخت كانت شغوفه بالتصوير وبتصور لنا كل حاجه، الاخ كان شغوف بالرابنج وكانت بتقعد هي بقى تصوره لنا وهو بيراب. وتقريبا دي كانت اكتر حاجه مرعبه في الفيلم. نهيت الشهر بسكويد جيم الجزء الثاني، وطبعا اللي ما شافش الجزء الاولاني خلاص انتوا براءه، تقدروا تقفلوا الفيديو دلوقتي. مش هضيع وقتي وقتكم واقول لكم الجزء التاني بيتكلم عن ايه عشان اكيد خلاص كلكم عارفين، بس هقول لكم اكتر حاجات عجبتني. ده الاغنيه في اللعبه دي ان هم قرروا يفكسوا الشعر الاحمر البشع ده ويرجعوا شعره اسود عادي، وتمثيل البني ادم ده. طبعا انا مش فاكره ولا اسم ومش هحاول حتى افتكر يعني، لان انا اصلا الاسامي العاديه بنساها، فالاسامي الكوريه نو ان انا افتكرها. فالناس كلها عندي اسمهم الشخص ده الشخص ده شعره كده، البنت اللي عامله كده. هي دي الطريقه اللي انا بعرف الشخصيات بيها. لا بس بجد المسلسل ده واخد كره رهيب، الناس كلها عماله تشتم فيه، كل شويه يطلع لي حد بيشتم فيه. مبدئيا بصراحه انا مش شايفه ان كان في اي طريقه تانية يمشوا بيها الموسم الثاني، يعني خلاص انتوا عايزين موسم تاني، هو مفيش مجال تاني للقصه انها تمشي غير بالطريقه دي. فكره ان الناس بتشتكي ان هو ممل مقارنه بالاولاني او مفيهوش احساس المفاجاه، فدي حاجه طبيعيه. هو عمر ما موسم تاني من المسلسل بيبقى في نفس احساس المفاجاه بتاع الاولاني، وانتوا لسه اول مره بتشوفوا العالم ده، اول مره بتتعرفوا عليه، بيبقى احساس المفاجاه مختلف. من الحاجات اللي ما عجبتنيش بصراحه الستوري لاين بتاع البوليس ده كله، كان بالنسبه لي ممل وملوش اي لازمه وما وداناش في اي حته، يعني حسيت اللي هو انتوا بتعملوا ايه بعد 7 حلقات مفيش اي حاجه جديده حصلت. الشخصيات كتير قوي قوي، شخصيات بجد كتير قوي، وتقريبا كلها معموله بطريقه سطحيه. في الموسم الاولاني مثلا كان عندنا شخصيات متنوعه بس تحسوا ان انتوا عرفتوا الشخصيات، فتحسوا ان انتوا اوكي اني صعبانين عليكم وتعلقتوا بيهم. هنا هم عاملين تنوع من الشخصيات بس انا بجد حاسه ان انا ما عرفتش اي حد فيهم، وبجد مش فارق لي خالص يموتوا ويعيشوا ويحصل لهم ايه، مش قادره اتعلق بيهم. وباين قوي تاثير نتفليكس ان هو التنوع السطحي اللي ملوش اي معنى، اللي هو حاطين حد حامل، حد ترانس، حد مش عارفه عجوز، حد ايه، من غير بقى ما يورونا الجوانب الانسانيه بتوع الناس دول. يعني هم متوقعين ان احنا بس هنتعاطف معاهم لمجرد ان هي حامل او لمجرد ان دي ترانس او لمجرد ان ست عجوزه. لا ما انتوا يعني بينوا لنا بقى الجوانب الانسانيه عشان نحس ان هم ناس يستاهلوا ان احنا نتعاطف معاهم، بعيدا بقى عن شكلهم الخارجي. يعني انا عشان اتعاطف مع شخصيه او احبها مش هحبها بس بناء على لون بشرتها او جنسيتها او يعني جنسها او ايا كان، يعني لازم احس ان هو شخص مستاهل ان انا اتعاطف معاه. ودي حاجه بصراحه حاسه ان هم وقعوها خالص في الموسم ده، يعني لا اللي هو هي شخصيات كده انتوا تعاطفوا مع الفكره، يعني لا مش هتعاطف. فالشخصيات بصراحه في الجزء ده كانت بالنسبه لي سطحيه قوي، يعني لا حبيتها ولا كرهتها، ما كانتش فارقه لي. بس الحاجه اللي انا متفهماها ان الجزء التاني فعلا ما كانش فيه احساس المؤامره اللي موجود في الجزء الاولاني، المؤامره اللي هو يعني
قمار يعني، مش مؤامره. يعني الموسم الاولاني بجد من اوله لاخره كنتوا تحسوا ان هو مؤامره، اللي هو انتوا اختاروا وانتوا بقى وحظكم في اللي انتوا اخترتوه. الجزء التاني ما كانش كده يعني، حتى حاسه اللعب نفسها ما كانتش قايمه على فكره الحظ، لا بالعكس كان في لعب يعني على حسب السكيلز اللي عند كل بني ادم. وكنت حاسه المجازفه الوحيده فيها ان انت بقى تلاقي جروب، يعني انت لازم في كل لعبه يبقى انت جزء من جروب. يمكن عشان كده بجد كانت اكتر مشاهد عجبتني في المسلسل مشاهد الموظف ده، لان هي فعلا حسيتها اكتر حاجه ماشيه على الفايب بتاع سكويد جيم السيزون الاولاني، اللي هي كلها من اولها لاخرها قايمه على الحظ. انتوا بجد بتجازفوا في كل حاجه، بتجازفوا يعني. في المشهد بتاع لعبه اللي هي طوبه ورقه مقص، والمشهد بتاع الراشن ولاد، انا بجد كانوا اكتر مشهدين موتريني في المسلسل كله. فضلت قاعده متوتره قوي، لان هو فعلا هي حظ، مفيش مخرج منها، انت وحظك، فعشان كده كانت فعلا موتره. لكن بقيه المسلسل كنت حاساه لا عادي معتمد على السكيلز. وحتى اصلا فكره ان انت تلم الناس حواليك او ان انت تدخل في جروب، دي تعتبر سكيل، ان انت عندك سكيل اجتماعيه تخلي الناس يقتنعوا ان هم يبقوا معاك. فما حسيتش ان الجزء التاني فيه نفس احساس التوتر اللي هو موجود في الجزء الاولاني، مش عشان المفاجاه، عشان احساس اللي هو المجازفه مش موجود فيه زي الاولاني. وده برضو يمكن من اسباب ان انا ما حبيتش فكره ان هم عملوا التصويت، ان هو يبقى بعد كل لعبه الناس تصوت هيكملوا في اللعبه ولا لا. ما عجبنيش الفكره دي، لان انا كان عاجبني ان هم في الموسم الاولاني انتوا خلاص يعني بعد اللعبه هتصوتوا انتوا عايزين تكملوا ولا لا، وانتوا هتضطروا تتعايشوا مع الاختيار بتاعكم. لكن الستايل التاني ده لا، اللي هو بعد كل لعبه بتقرروا عايزين تكملوا ولا لا، وبعد كل لعبه بتفضل الاصوات يعني تقريبا شبه متساويه. دي حاجه مش واقعيه بالنسبه لي، يعني ازاي؟ اخر حاجه هتكلم عنها هي شخصيه الفرونت مان ده، عشان هو من الناس اللي بجد تمثيلها عجبني قوي في المسلسل. مبدئيا هما فكره ان هما خلوه يبقى رقم واحد في اللعبه دي في الاول بصراحه فصلتني شويه، حسيت ان هو انتوا بتعيدوا نفس السيناريو بتاع الموسم الاولاني. بس الفرق الوحيد ان انا كان عاجبني ان احنا عارفين من اول دقيقه ان هو خاين، او ان هو يعني بيصطنع الدور، يعني اللي هو انا طول الوقت مستنيه بقى اللي هو امتى هيبان على حقيقته وكده. فدي كانت حاجه لذيذه. بس والله فهو كان طبعا في اختلافات عن الموسم الاولاني، في حاجات يعني انا شايفه ان هي طبيعي انها تبقى مختلفه، وفي حاجات لا انا كمان ضايقتني انها اختلفت. بس في كل الاحوال هو مازال مسلسل ممتع. وانا بصراحه عشان ابقى برضو حقانيه، انا ما كنتش من الناس اللي هي هتموت على الموسم التاني، او ما كنتش متحمسه له قوي، كنت مكتفيه بالاولاني عادي. فممكن عشان كده انا ما عنديش بقى اللي هو احساس الاحباط ان انا متضايقه قوي ان حاجه كنت قاعده مستنياها طلعت مش زي ما متخيلاها. يعني عادي، ما كانش عندي اي توقعات، فكان بالنسبه لي تمام. وزي ما قلت انا بصراحه شايفه ان ما كانش فيه مجرى تاني للقصه غير اللي هم مشوها بيه. بس انا كده رسميا خلصت 24، ويعني عندي امل ان 25 تبقى سنه القرايه الحلوه، مش القرايه اللذيذه اللي هو اوكي لذيذه، لا تبقى بجد قرايه حلوه. فانا اوريدي بحاول الى حد ما افلتر اختياراتي في القرايه علشان تبقى بدايه مبشره للسنه، وهنشوف. الى اللقاء.